ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوفوا القناه، انا اسمي سوسنة. لايك وشير وسبسكرايب. النهارده هنعمل غدا سريع، ما خدتش غير 20 دقيقه بس التجهيزات يعني. فتعال نشوف. انا مش هتكلم على الفيديو كتير، حاجه كده حلوه تستاهل بقكم. تعال نبدا في الفيديو على طول ونشوف الحاجات الحلوه دي اتعملت ازاي. ادي كده يا ست الكل معايا الباذنجان، قطعته بالطريقه دي تمام. ممكن تشيلي القشره وممكن ما تشيليهاش، وحطيته في مصفى وهرش له شويه ملح حلوين كده واخليه اركنه على جنب. بس نشوف هنعمل ايه. اول حاجه نعملها نحيق الباذنجان بتاعنا. هنا كده يا ست الكل عايزه 3 طماطم او 2 كبار على راحتك، وعايزه شطه، دي شطه سبايسي. ممكن تحط الشطة الرومي لو تحبي او الطويل اللي عندكم، ده احنا ما عندناش. وده توم مهروس. تمام. انا هحمر الباذنجان وبعد كده نشوف هنعملها. هنا زي ما شايفه ست الكل حطيت زيت سخن. اما خليت الباذنجان شويه نزل ميته. كل هجيب طوه وطاسه، احط شويه زيت حلوين، وانا حمرت الباذنجان كله. وهنحط التوم، بس نحاول نخلي النار على النار متوسطة عشان ما يتحرقش معانا، مش عايزينه يتحرق. اول ما يبتدي ياخد اللون معانا، اللون الجولد دي، نحط الطماطم على طول. وانا اوريدي موطيه النار على نار متوسطة عشان التومه ما تتحرقش معايا، مش عايزينها محروقة. ادي كده نجيب الطماطم ونحطها، نرش لها شوية ملح وفلفل، ونغطيها كده لمدة 10 دقايق لغاية لما تتسبك معانا. هحط الشطة بتاعتي. ادي كده يا ست الكل معانا الطماطم زي ما شايفة. بعد كده نحط لها شوية مية، ونجيب الباذنجان بتاعنا ونحطه بأي طريقة تحبيها. انا هرش له شوية فلفل وشوية ملح واخليه يتسبك كده مع بعض. وادي كده يا ست الكل معانا الغدا بتاعنا سريع، ما خدش معانا غير ربع ساعة يعني، بالكتير 20 دقيقة. تحمري بس الباذنجان اول حاجة نبتدي بيها، ونحطه شوية ملح زي ما شفنا في اول الفيديو. بس ما خدش حاجة كتيرة يعني، سبكت كده وطعمها حلو شديد رهيب. طبعا تتاكل بالعيش، جنبها كده مخلل وجنبها بصل اخضر، ويلا وتاكلوا بألف هنا على قلوبكم. دي كانت الوصفة بتاعتنا بتاعت النهاردة، وصفة سريعة وخفيفة. اتمنى لو الفيديو عجبك ان انتي لايك وشير وسبسكرايب لغاية لما تيجي فيديو جديد ان شاء الله.